وبيبدأ فيلمنا بكبير، وكبير ده مش شخص عادي، ده قشطة بالزبادي، شخص دماغه ذرية ومن أكفأ الضباط في الجيش الهندي. القائد بتاعه بيجيب له خالد وبيقول له عايزك تضم خالد لفريقك وتدربه. بيقول له يا فندم انت بتهزر صح؟ عايزني اضم خالد اللي ابوه خان بلده وكان هيخلص عليا؟ انا مش زعلان على الرصاصتين اللي واخدهم في رقبتي دول، ولكن زعلان على زميلي اللي اتقتل بسببه. وعارف يالا يا خالد انا قتلت ابوك ازاي؟ ضربته رصاصتين، واحدة في عينه اليمين والتانية في الشمال. فايه اللي يخليني اضم ابن الخاين لفريقي واعيد نفس الدايره من جديد؟ خالد بيقول له ابويا كان خاين، بس تفتكر انتوا عرفتوا ازاي؟ مش انا امي برضو اللي بلغنا عليه؟ امي ضحت بحياه ابويا عشان خاطر البلد، وانا بحب البلد دي اكتر من اي حاجه يا فندم، صدقني مش هتندم لما تضمني لفريقك. وبيسيبه وبيمشي. القائد بيقول له اي نعم يا كبير ابوه كان خاين، بس خالد مستعد يضحي بنفسه عشان البلد، ودخل الجيش عشان يثبت ان هو عكس ابوه وهيكون اضافه قويه لفريقك. وفعلا كبير بيوافق، والقائد بيطلع وبيقول لخالد انت دلوقتي في الفريق، ولكن اي غلطة ليك كبير مش هيسمع عليك، بالتوفيق يا وحش. وفعلا بيبدأوا اول مهمة ليهم، وهي القبض على رضوان الياسي. حتة القشطة دي بتقول لهم رضوان ده راجل اعمال عادي، ولكن ده قدام الناس ورا الستارة بقى فهو من اخطر الارهابيين على مستوى العالم، ذكي جدا ما بيسيبش اي دليل وراه. كبير بيقول لهم رضوان الياسي بقى لي 5 سنين متابع كل تحركاته، والمرة دي هلاقيه ويا اما اقتله او هو يقتلني، ومش عايز اي غلطة، واللي هيغلط صدقوني مش هسمع عليه. اسمعوا بقى، احنا لازم اول حاجة نقبض على بشير عشان رضوان يظهر للعلن، هندخل للمقر بتاعهم وهنجيبه عايش. وفعلا بيبدأوا مهمتهم، واللي بتكون في العراق. رجال الكبير بيتمركزوا في اماكنهم، ولكن الشخص ده بيجيب البنت دي وبيقول البت دي زانية وهنعاقبها زي ما قال ربنا بالرجم حتى الموت، هيفضلوا يرموا عليها حجارة لحد ما تموت. كبير ما بيقدرش يتمالك اعصابه فبيطلع السلاح وبيضربه طلقه في نص دماغه. الرجاله بيقبضوا عليه وبياخدوه على المكان ده اللي بيكون فيه بشير. بيشوف تليفونه وبيقول له يا اهلا بالهند وناسها، بقى انت جاي عشان تقتلني انا؟ بيقول له يابا انا مش عايزك انت، انا عايز رئيسك رضوان. بيقول له ها 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 يا ابني لما انت مش عارف انت فين اصلا. كبير بيقول له قدامك 3 دقايق، 3 دقايق والرجاله هيحضروا في المكان. بشير بيقول له لا ما خلاص محدش هيجي، اصلا انا كسرت لك شريحه التتبع اللي كانت معاك. كبير بيقول له ونسيت دي يا عمهم ولا مؤاخذه يا نجم، بيتفها في وشه. وهوب رجاله كبير بيحضروا في المكان. خالد بيخش عليهم بالمتعدد ده ويا ارض تهدي ما عليك ادي، والراجل فيكو يجي لي تحدي. بيوقع لهم نص رجالتهم، ولكن ابن الرخمه ده بيضرب عليه بازوكا وبيفرتك له العربيه اللي فرحان بيها. معلش يا خالد يا اخويا هجيب لك غيرها لما تنجح ان شاء الله. خالد بينزل وبيدغدغ فيهم، وابن الصرمه ده بيكون هيخلص عليه، ولكن كبير بيلحقه. بشير بيحضر، خالد بيخش عليه وبيفضل يضرب فيه، ولكن ابن الصرمه بيكون شبه الديناصور مش محوق في ضرب وبيجيبه على الارض. كبير بيخش يجرب حظه، ويا ريتك ما جربت يا ابني، بيكسر عظم وشه وبيجيبه جنب خالد. كبير بيقول له ايه ده انت هتسيبه يضربك وتسكت له؟ ما تقوم له يا خالد. بيقوم وهو خايف وبيروح عليه وبيديله هيد شوت بيجيبه ارض. بيبص الكبير بنظرات اللي هو شايف يا عرة انت انا عملت في ايه. كبير بيقول له طب بص وراك كده، وهوب بشير بيخبطه واحده بيكسر له وشه. كبير بيقوم له وبيديله واحده في وشه وبتدروخه. وها هي الضربه المزدوجه القاضيه يا نجم. بيخلصوا منه. على بالليل بيكون الفريق متجمع مع بعض، وكبير بيستدعي خالد لمكتبه. بيقول له اقعد، انت النهارده عملت اخطاء كتيره، عندك مشكله في عينك اليمين صح؟ ليه كدبت عليا يا خالد؟ انت كده مش هينفع تكمل معايا في الفريق بسبب الاعاقه اللي عندك دي. بيقول له يا فندم، بيقول له خالد انا فريق هو عيلتي، فمش هستحمل اي حاجه تحصل لهم بسبب الاعاقه اللي عندك دي، جهز شنطتك عشان هتمشي. وبيسيبه وبيمشي. خالد بيقول له وانا صغير يا فندم العيال كانوا بيضربوني عشان ابويا خاين، وفي ضربه منهم جت في عيني اليمين، ومن ساعتها وانا مكسور وثقتي في نفسي قلت، ولكن امي وقفت جنبي وشجعتني ادخل الجيش واثبت للناس ان انا عكس ابويا. اديني فرصه تانية يا فندم وانا اوعدك اني مش هغلط تاني. كبير بيقول له من البدايه انا كنت شاكك ان انت بتمثل عشان تكسب تعاطف اللي حواليك، كنت فاكر ان دم ابوك بيجري في عروقك، ولكن انت اثبتت لي ان انا غلطان يا خالد، وان اللي بيجري في عروقك هو دم امك. واهلا بيك في الفريق يا خالد. خالد بيكون في منتهى السعاده. بعدها القائد لوثر بيستدعيهم وبيقول لهم بعد ما قبضنا على بشير ده خلى رضوان يخرج من المخبأ بتاعه، وهو حاليا موجود في مراكش في المغرب ليوم واحد، ودي فرصتنا عشان نقبض عليه، وانا لازم ابلغ الوزاره بمهمتنا. كبير بيقول له لا يا فندم انا عاوز العمليه دي تكون سريه، لان كل مره بنروح نقبض على رضوان بيهرب، جايز يكون في حد خاين
في الوزارة وبينقل له معلوماتنا، وجايز يكون حد من فريقي، فعشان كده كل اللي معاه تليفون يجيبه. وفعلا بياخد التليفونات وبيبدأوا المهمة. رضوان بيروح المكان ده وكبير ورجالته بيكونوا متمركزين عليه، وهوب بيهجموا عليه وبيثبتوا رجالته. رضوان بيقول لهم انتوا تاني، انتوا ما بتزقوش يا ابني، كل مرة بتحاولوا تقبضوا عليا وبرضه بهرب. كبير بيقول له لا، ما خلاص المرة دي فيها كلبوش. رضوان بيقول له طب ما تشوف رجالتك كده، يمكن واحد فيهم يرفض. كبير بيبص على خالد ولكن ما بيطلعش هو الخاين، بيكون سراب. بيخلص على الرجالة وبيضرب طلقة على كبير، ولكن خالد بياخدها مكانه. بينزلوا دعك في بعض. سراب بيحاول يهرب ولكن خالد بيطلع وراه. كبير بيفضل يكلمه وبيقول له ارجع يا خالد، هدفنا رضوان، ولكن خالد ما بيسمعش وبيكمل ورا سراب. وفي وقتها مجموعة من رجالة رضوان بيحضروا في المكان وبيخبطوا كبير طلقة في قفاه وبيوقعوه على الأرض، وبرغم الطلقة اللي واخدها دي برضه ما بيموتش، ورضوان بيهرب من المكان. بيصحى كبير من الغيبوبة بيلاقي نفسه في المستشفى. بيقول لهم قبضنا على رضوان ولا لا؟ القائد بيقول له للأسف هرب مننا. الكلام ده كان من أسبوع وخالد مش لاقيينه. فضل يجري ورا سراب لمدة 20 دقيقة وبعد كده الإرسال قطع. ليه يا عم 20 دقيقة؟ هو كان في ماتش كرة؟ كبير بيقول له خالد ما ماتش، أنا متأكد من ده، دوروا عليه انتوا بس شوية تاني وهتلاقوه تايه هنا ولا هنا. وفعلا بيلاقوه مرمي على شاطئ وفقد الوعي. بياخدوه على المستشفى وكبير بيروح له. خالد بيقول له ما تقلقش يا فندم، أنا قتلت سراب. بيقول له عاش عليك يا وحش، وبيسيبه وبيمشي. وبيكون في رحلته لخيانة الوطن وبيبدأها بقتل واحد من أهم الضباط في المخابرات الهندية. القائد لوثر بيروح لرئيسته وبيقول لها كبير بقى خاين يا فندم وقتل الضابط نايدو ومش عارفين ايه خطته الجاية. بتقول له اقتله قبل ما يفكر يعمل حاجة تاني، واكيد عندك شخص ينفذ المهمة دي. في وقتها خالد بيكون في مهمة وبيشلفط وش الاعداء وبيسلق جلدهم. بيخلص المهمة بنجاح وبيرجع على الوحدة. لوثر بيقول لهم كبير زور 7 جوازات سفر ولكن ما استخدمش ولا واحد منهم عشان يدخل الهند، احنا لازم نخلص عليه. خالد بيقول له ليه يا فندم؟ واحد ضربنا وخدم البلد السنين دي كلها ويجي دلوقتي ويخونها. لوثر بيقول له هنعرف. وبيقول للظابط راكيش انت اللي هتمسك القضيه بتاعت كبير. خالد بيقول له وليه راكيش؟ انا اكتر واحد عارف كبير وعارف هو بيفكر ازاي. بيقول له بس انت بتحبه. بيقول له بس مش اكتر من بلدي، ووعد مني لو لقيته هخلص عليه. وفعلا بيبدا يدور على كبير. وفي وقتها كبير بيتصل عليه بيقول له ازيك يا خالد. خالد بسرعه بيحطه على جهاز تتبع. فبيقول له بتحطني انا على جهاز التتبع يا خالد؟ يا اخي والله عيب. خالد بيقول له ليه يا فندم بتخون البلد وبتقتل الضابط نايدو؟ كبير بيقول له نايدو ده البدايه بس يا خالد، لسه في غيره كتير. بيقول له انا هوصلك قبل ما تقتل اي حد تاني. كبير بيقول له يا عم ربنا يوفقك بس ما تنساش اللي علمتهولك، واضرب عليا بمجرد ما تشوفني وما تترددش، واستنى جثه الضابط التاني يا خالد. وبعدها بيروح يهجم على طياره تبع الجيش الهندي وبيخش جواها. بيخلص على كل الجنود اللي فيها وبيمسك الضابط شروف وبيرميه من الطياره وبيفتح الباراشوت والطياره بتنفجر بالكامل. لوثر بيقول لهم يعني ايه يعني كبير يقتل ضابط تاني وبرضه مش عارفين توصلوا له؟ خالد بيقول له انا شغال على ده يا فندم وهوصل له قريب جدا. بعدها بيروح خالد يركب المترو وفجاه كبير بيظهر له. خالد بيكون هيطلع السلاح ولكن كبير بيقول له ما تفكرش تعمل كده، في اطفال في المكان، ونصيحه مني يا خالد بلاش تدور ورايا كتير عشان ما خليش امك تحزن عليك. خالد بيقول له بس انت يا فندم ليه بتعمل كل ده؟ كبير بيقول له بص يا خلودة، قدامك خيارتين تختار منهم، يا اما تعرف انا بعمل ده كله ليه، يا اما تعرف مين هدفي الجاي اللي هخلص عليه. خالد بعد تفكير كتير بيقول له قول لي مين هدفك الجاي. وقبل ما كبير يجاوب عليه فجأة بيختفي من قدامه. خالد بيطلع يدور عليه فبيبص بيلاقيه في المترو. بيروح عشان يلحقه ولكن الباب بيتقفل وكبير بيلزق له الاسم في الازاز، والضحية الجاية هي الضابط بيسواس. والمترو بيمشي. تعال بقى يا نجم نروح نعرف ليه كبير خان بلده وبيعمل كل ده. كبير في المرة من المرات اللي كان بيحاول يقبض فيها على رضوان الياسي قدر يوصل لواحد من رجالته وهو فيروز وبيراقبه من بعيد، وبالصدفة بيعرف ان رضوان بيقدر يهرب كل مرة بسبب 4 رجالة مزروعين وسط المخابرات الهندية ومحدش يعرف اشكالهم. وبيعرف ان رضوان بيخطط يضرب خط دفاع الهند، وعشان يضربهم بكل سهولة هيصنع صاروخ يضرب بيه القمر
القمر الصناعي، لان القمر الصناعي ده اللي هيعرف الجيش ان في حد هيهجم عليهم، وعشان كبير يمنع ده يحصل لازم يقتل رجاله رضوان الاربعه. ولكن في وقتها ما بيكونش يعرف غير فيروز بس، والباقيين ما بيكونش يعرف عنهم حاجه. فبيقرر يجيب صاحبته تروح لفيروز علشان تجيب معلومات الضباط من الكمبيوتر بتاعه. نينا بتكون خايفه وبتقول له لو فيروز قدر يقفشني هيخلص عليا، وانا خايفه علشان عندي بنت ولازم اربيها. كبير بيقول لها روحي موت انت بس ومالكيش دعوه ببنتك، انا هربيها. وفعلا بتوافق وبتروح لفيروز وبتقول له مش يلا نلعب شلح؟ بيقول لها نلعب شلح يا قمر وماله. فبتقول له بس استنى اروح الحمام، وبتروح بسرعه على الجهاز بتاعه بتاخد كل المعلومات. وكبير بيكون مراقب الجو. المساعده بتاعته بتقول له احنا جبنا فيديو لافضل دكتور التجميل في العالم، وهي مع فيروز. بيشوفه وبتقول له احنا لقينا فيديو تاني. بيشوف الفيديو التاني كمان وبيعرف ان فيروز هو رضوان الياسي بس مغير شكله لشكل فيروز. في وقتها رضوان بيكتشف لعبه نينا وبيعرف انها جايه تاخد معلومات من عنده، فبيخلص عليها ابن الصرمه وبيهرب. وكبير بيكون في منتهى الحزن وما بيكونش عارف مين الضباط الخونه، واللي بتساعده يعرف واحد منهم هي المساعده بتاعته. بتوصله لنايدو، ومن نايدو بيوصل لشروف، ومن شروف بيوصل لبسواس اللي مع الهارد اللي هيضربه بالصاروخ، واللي بيكون قايل لخالد عليه. وبيكون خالد معاه قوه مأمنه ظابط بسواس كويس قوي، ولكن ده ولا بيفرق مع كبير. بيضرب عليهم RPG وبيطلع لهم من الناحيه التانيه. ما تستغربش يا نجم، ده عاده عندهم. بيخلص على الرجاله كلهم وبيروح على بسواس وبيقول له فين رضوان ومين الظابط الرابع؟ بسواس بيقول له والله ما اعرف حاجه. كبير بيصفقه بالقلم فبيقول له الظابط الرابع رضوان بس اللي يعرف هويته، وانا والله ما اعرفش فين رضوان. في وقتها خالد بيفوق وبيضرب نار على كبير، ولكن كبير بيلف بسواس والطلق كله بيجي فيه وبياخد الهارد من جيبه وبيهرب. ولكن خالد بياخد الموتوسيكل ده وبيطلع وراه. بيفضل يجري وراه كتير وبيكون خلاص هيجيبه، ولكن الكبير كبير برضه وبيقدر يهرب منه. خالد بيرجع القائد والقائد بيكون في منتهى الغضب وبيقول له كبير كان قدامك مرتين وما عرفتش تمسكه، انت عيل فاشل يالا، وعشان كده هتسيب القضيه دي للظابط ركيش. خالد بيرجع على البيت وبيكون في منتهى الغضب. بيقعد على الكمبيوتر وبيعرف كبير ليه بيعمل كل ده وان نيته خير مش شر. في وقتها بيكون كبير مع بنت نينا اللي ماتت في المهمه. خالد بيروح له وبيكون كبير هيخرج السلاح، ولكن خالد بيقول له مش هنا، في اطفال في المكان، انا عرفت عنك كل حاجه، خلينا نتكلم بهدوء. كبير بياخده على المخبأ السر بتاعه وبيعرفه هو ناوي على ايه، وبيقول له انا معايا الهارد ولكن لسه بدور على الضابط الرابع. وهوب في قوه من الجيش الهندي بتهجم عليهم. بيفضلوا يدبوا في بعض كتير ولكن الاتنين بيكونوا اسدين في ظهر بعض سادين. بيخلصوا عليهم، بعدها بيروحوا الايديتي وبيخلوها تشفر لهم الهارد، وبيعرفوا ان الهارد ده هيستخدموه عشان يوجهوا صاروخ على القمر الصناعي، ولو القمر الصناعي اتدمر هيقدروا يضربوا دفاعنا بكل سهوله والجيش مش هيجي لهم اي تنبيهات. ولكن ما تقلقوش مش هيعرفوا يعملوا حاجه من غير الهارد ده. كبير بيقول لخالد خلي الهارد معاك ويلا عشان هنتحرك. وهم في الطريق بيمسك كبير ازازه الحرام دي وبيصب كاسين. كبير بيشرب ولكن خالد ما بيشربش وبيكب الكاس على الارض وبيكون ناصف فخ الكبير. كبير بيجيب دم من بقه وبيكون بين الحياه والموت. خالد بيقول له ها عرفت دلوقتي مين الشخص الرابع؟ اقول لك انا اللي حصل. خالد لما كان بيجري ورا سراب مسكه وكسر عظمه وكان خلاص هيقتله، ولكن بيحضر رضوان وبيخلص عليه. بعدها بياخد جثه خالد وسراب عند دكتوره التجميل دي وبيخليها تعمل لهم نقل وش، وفعلا العمليه بتنجح. بعدها بيضربوه بطلقه في كتفه وبيرموه على الشط مكان خالد. بيكمل كلامه وبيقول له عجبتك الخطه صح؟ سقف لي بقى. وبياخده وبيروح يرميه في الميه. بعدها بيروح عند رضوان وبيديله الهارد وبيبدا يضربوا الصاروخ اللي هيدمروا بيه القمر الصناعي. وهوب كبير بيوصل السفينه وبيبدع فيهم وبيخلص على اي حد يقف في طريقه، وبيروح لرضوان وسراب وبيرفع عليهم السلاح. سراب بيقول له ازاي؟ كبير بيقول له انت فاكر اني وثقت فيك؟ فاكر يوم ما القوه هجمت علينا في المخبأ انت قدرت تشوف العدو بعينك اليمين، وخالد اصلا عينه اليمين بايظه، فعرفت ان في حاجه غلط. ليه ما يكونش رضوان مثلا غير وش سراب زي ما عمل في نفسه؟ وخصوصا ان جثه سراب ما اتجمعتش لحد دلوقتي، ولما كنا في الطريق ايديت اتاكدت ان في ازازه سم ناقصه فعملت له مضاد للسم ده. تاني حاجه حطيت شريحه تتبع في الهارد اللي انت خدته، وادينا هو قدرت اخليك توصلني بنفسك لرضوان. خالد بيقول له لا ما خلاص الصاروخ هيدمر القمر الصناعي بتاع جيشك. في الوقت ده الصاروخ بيغير اتجاهه وبيكون نازل على السفينه. بيقول له ما هو انا غيرت احداثيات الهارد وهينزل على هنا. سراب بيضرب كبير ولكن كبير بيثبت رضوان. سراب بيقول له لا خليهولك وبيخلص عليه وبيهرب، وبتكون خلاص السفينه هتنفجر ولكن كبير بيخرج وراه على اخر لحظه والسفينه بتنفجر.
بينفجر. بيفضل كبير يجري وراه لكن خالد بيقدر يهرب منه، فكبير بيلف له من الناحية التانية وبيخش بيه في المبنى ده. بيخرجوا من العربيات والغريبة ان محدش بيموت. كبير بيخش عليه ولكن الواد بيكسر عظمه وبيخرم له ايده بالبتاعة دي. كبير بيشيلها ولا كأنه شكه بدبوس مثلا، والولا سراب بيمسح بوشه المكان. يا كبير يا حبيبي انت جاي هنا وتريح، ما تقوم يا عم. وفعلا كبير بيسمع الكلام وبيقوم له تاني. نهارك ابيض يا ماني. بيكسر بيه السلم. تايجر شروف يسكت له؟ لا طبعا ما ينفعش. بيقطع التيشيرت عشان يورينا السكس باكس يعني وكده. المهم بيمسك كبير بيكبر في ودنه وبيكون هيخلص عليه، ولكن كبير بيفوق من تاني وبيكسر عظمه وبيرميه من فوق. وها هي الضربة القاضية يا نجم. بيخلص عليه وبيسيبه وبيمشي. وبكده كبير انجز مهمته باكتساح. وبتكون ام خالد فخورة بابنها البطل الشهيد. والاسر بيتصل على كبير وبيقول له جهز نفسك يا رجولة عشان عندك مهمة جديدة. بيقول له خلصانة يا عمهم. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى يا صديقي الجميل يكون الفيلم عجبك، فحط لايك يا ريت واشتراك لو نسيت، وفيديو جديد في الطريق. سلام.